البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا القصه ديال اليوم. القصه ديال اليوم بنتي كتغير من خوها. اياها البنات، كاينه الغيره بين الاخوين او الخوت بصفه عامه، وبنتي من هذا النوع كتغير من خوها حيت كتقول انا كنبغيه اكثر منهم هما. كتقول بان انا كنفضلو هذا خوها الكبير. نعاود لكم القصه ديالي من الاول باش هكا تشوفوا واش انا اللي غلطه، واش انا بصح اللي كنفرق ما بين الدراري او لا بنتي اللي حساسه، وهادشي شيء طبيعي بين الخوت. انا البنات تزوجت وانا كان عمري 20 عام. تزوجت بالزوج ديالي اللي كان عمره 30 عام. كان عنده وليد، كانت ماماه ميته. يعني هاد الاخ اللي كتغير منه بنتي هو خوها من الاب ديالها. تيقوني البنات ان يعني الولد ديالي يونس، الولد الكبير، هاد الوليد هذا اللي قلت لكم بنتي كتغير منه، انهم ملي كيقولوا لي ملي كنكونوا انا وياه تيقولوا شكون هذه، واش هذه هي مرت باك، كيبقى فيا الحال بزاف. انا ماشي مرت باه، انا راني ماماه. الام هي اللي كتربي ماشي هي اللي كتولد. ممكن اي واحد يولد ويخلي داك الولد ويزيد، ولكن شكون الام الحقيقيه؟ الام الحقيقيه والاب الحقيقي هما اللي كيربيو، هما اللي كيكبروا دوك الوليدات، هما اللي فاش تيمرض تيسهروا معاه، هما اللي فاش تيكون كيقرا كيراجعوا معاه، هما اللي كيكونوا يعني معاه في الشده والفده. هادوك هما الاباء الحقيقيين، لا الام لا الاب. ماشي اللي كيولد، ماشي الاب البيولوجي، لا، الام والاب الحقيقيين هما اللي كيربيو داك الوليد. انا هاد الوليد ولد راجلي يونس، يعني كان هو اول وليد، يعني حليت عليه عيني. هو اول واحد قال لي ماما، يعني ربيته بصح بحال وليدي. كان عمره عام، كبرته، يعني صارت معاه ليالي، يعني فاش كان كيمرض كنت كنكون بجنبه. هو اول واحد يقول لي كي قلت لكم ماما، يعني سمعت عليه هو. كنت كنقول دائما، كنت كنحاول نملالو داك الفراغ، وكنقول زوجة الاب، يعني كنقول لي زوجة الاب ما عمرها ما تكون في المقام ديال الام. وكنت كنحاول ما امكن اني نكون ام صالحه ليونس. فاش تزادت بنتي هذه اللي عندي معاها المشكل، هي الكبيره، عاد كاينين خوتها واحد اخرين، كاين الولد والبنت. يعني انا عندي 4 الوليدات، 4 الوليدات اكيد بيونس، لان يونس راه ولدي. كي كنقول لكم راه ماشي انا مرات باباه. المهم البنات، بنتي ولات ملي كبرات يعني في سن المراهقه. دابا بنتي في عمر ديالها 16 عام. هاد البنت اللي عندي معاها المشكل في عمر ديالها 16 عام. يعني دابا كتقول لي دائما بان يونس الكلمه كلمته، الشوره شورته، اللي بغا يونس هي فين نمشيو، اللي بغا يونس مثلا نسافروا لاي بلاصه هي اللي كنمشيو لها. ولكن البنات انا كنحاول ما امكن يعني اني نكون ام صالحه لهم كلهم. كنحاول ما امكن اني ما نفرقش بيناتهم، كنحاول ما امكن اني ما نخليش ديك الغيره تكون بيناتهم. ولكن مع ذلك فوق ما كيتناقشوا بيناتهم ولا وكيكون الحق المشكل بعد الخطرات مع يونس، ومع ذلك هي كتقولك لا انت كتجي عليه، لا انت كتبغيه اكثر منا، لا انتي. بعد الخطرات راني كنبغي نحماق، كنقول لباهم صافي انت هو اللي تحل المشكله، باش ما نبقاش انا يقولك لا جيتي على هذا ولا جيتي على هذا. يونس الصراحه انسان رائع ومتفهم وولد، يعني شنقول لكم ما شاء الله. كنتمنى لاي ام، كنتمنى لها وليد بحال هكاياك. بعد الخطرات تيجي لعندي وتيقول لي انا عارفك، يعني كتمري بواحد الظروف اللي زعما صعيبه هكايا، خصوصا مع اختي لان هي كتبقى كتحسس. ولكن كنشوفو بعد الخطرات، يعني واخا ما كيبغيش يبين لي، واخا كيقول لي لا راه تيجيب لك الله، ولكن هادشي انا اللي كنحسو، الام راه كتحس بديك الشيء. كنشوفو بان ما كيعجبوش الحال ان اختو يعني بحال اللي كتبغي دير هكاك مقارنات بيناتهم، او اللي اختو ما كتعتبروش بحال خوها بحال خوتو الاخرين. لان دائما بعد الخطره هكا كتقول شي هضره، خصوصا ملي كتكون مقلقه معاه ولا كتقول له، زعما راه الام ديالي ماشي هي الام ديالك ولا، يعني المهم كتقول له شي كلمات بحال هكا اللي كيضروه. هو ما كيبغيش يبين، ولكن انا كنعرف بانه هو تيضر. ولكن انا راه الام ديالو، هي ما بغاش تفهم باني انا الام ديالو. كيف قلت لكم راه الام هي اللي كتربي والام هي اللي كتكبر. الصراحه علاقتي مع يونس علاقه ما غاديش يفهمها اي واحد، غادي تفهمها الام الحقيقيه. لان كيف قلت لكم يعني داك الوليد هذاك راه كان لحيمه صغيره. كي قلت لكم انا اللي كبرته، انا اللي صارت ليالي عليه. انا اول واحد قال لي كيف قلت لكم ماما، وهذا الاحساس هذا وهذا الشعور هذا راه زوين ويعني لا يوصف. هما وليداتي كاملين، انتم البنات بحال دابا عندنا هاد 4 الصبيعات، واش غنفرقوا بيناتهم؟
ما يمكنش، راه كل والدور ديالو كلها والمعزة ديالو راه كلهم كيف، راه هي تيجيب لنا الله بعض الخطرات يعني مني وجباد ومن أي واحد، يعني في لحظة غضب أو لحظة الشيطان كيدخل ولا شي حاجة كيجيب لنا الله بأن راه الأم ديالنا أو الأب ديالنا أولا راه تيفضّلوا واحد على واحد، هو راه ما كاين لا تفضيل لا والو، راه كلنا سواسية، كلنا كيف. البنات بغيتكم تقولوا لي شنو ندير مع هاد البنت هادي، ما بغيتش داك المشكل يتفاقم معاها ومع خوها تحصل يعني واحد الشرخ ولا شي حاجة ويتباعدوا بسبب هاد الموضوع هذا. يونس ولدي ولادي كلهم ولادي، كي قلت لكم أنا عندي 4 د الوليدات الله يخليهم ليا، ب4 بيهم ما عزتهم وحده، راه ما كاينش اللي غادي يبدلها، وما بغيتش شي واحد اللي يكون كيقول بأن أنا كنبغي هذا على هذا أو كنفضل هذا على هذا، كلهم يعني كنفضلهم كيف، يعني كلهم عندي يعني كلهم كيف، كي قلت لكم راه ما كاينش فرق بيناتهم، ولكن بنتي يمكن في حيت سن المراهقة ما عرفتش يمكن ما عرفتش، المهم أي حاجة خصها هي اللي تكون، يعني كلمتها هي اللي تكون، الشورى هي شورتها، اللي بغاتها هي اللي نديروها، وأنت راه ما يمكنش، بطبيعة الحال خصني ندير هكا الخاطر لهذا ولهذا ولهذا ليهم كلهم. دابا قولوا لي يعني جيت عندكم باش تقولوا لي وتنصحوني، غنقرا تعليقاتكم وغنشوفكم يعني وغنشوف شنو كتقولوا لي، كنتمنى منكم انكم تقولوا لي شي طريقه اللي تخلي البنت يعني انها تقتنع بانهم كلهم كيف، انا جلست معاها هضرت معاها هضر معاها باباها، يعني الا غتقولوا لي هضري معاها بالعقل هضرت معاها بالعقل، ما خليت ما قلت لها ما خليت ما درت لها، تندير لها خاطرها، كنبين لها بان حتى هي راه عندها معزتها كاينه، ولكن واخا هكاك ما باغاش تفهم، كتقول لك لا ما كاينش اللي يحيدها لها، انت ما كتبغيناش بحالو كتبغيه هو اكثر. المهم هاد الافكار الشيطانيه اللي كتكون هكا في راسها بغيت نحيدها لها بطريقه اللي تكون سلميه، اللي تقتنع بصح وتحيدها. كنتمنى انكم تعاونوني، كنتمنى انكم تقولوا لي شي نصائح مفيده، يعني اللي مرات هكا بهاد التجربه هادي ولقات الحل تعاونني فيها. كيف قلت لكم غادي نقرا التعاليق ديالكم كلها وغادي ندير بها. انا بغيت بنتي تبغي خوها، هي كتبغيه ماشي ما كتبغيش، ولكن يعني كتكون هاد الحساسيات كيف قلت لكم بغيت نحيدها في خطرة. كنتمنى انكم تلقاو لي الحل، كنتمنى ان قصتي ما تستهونوش بها وتقولوا زعما هذه ماشي شي حاجه اللي يدو في الماء راه ماشي بحال اللي يدو في العافيه، يعني نتوما ما غاديش تحسوا بيا لاني انا كنتشوه هذوك وليداتي بجوج، بغيتهم يكونوا بجوج بهم متحابين بجوج بهم، يعني شي يجي على شي. ولدي الله يحفظو ليا كيتعامل مع ختو مزيان، هي اللي منها المشكل هي اللي كتغير، انا كيف قلت لكم ما كنفرقش بيناتهم، لا يقول لي انت السبب انت اللي كتفرقي بيناتهم، لا ابدا، انا عندي وليداتي كلهم كيف ما كنفرقش بيناتهم، يعني ولكن سبحان الله بعض الخطرات هادشي شنو تيقول لنا الشيطان دراسنا. المهم البنات كنتمنى انكم تعطوني حل، وكنتمنى كي قلت لكم ما تستهونوش بالقصه ديالي وتقولوا هذه راه حاجه تافهه، لان بصح مقرقاني الا جاتكم نتوما حاجه تافهه، انا راه جاتني حاجه كبيره بزاف ومعذباني، وكنشوف وليداتي يعني بغيتهم يكونوا متفاهمين بيناتهم، بغيتهم يكونوا متحنين بيناتهم، هاد جوج هما الكبيرين، اما الصغار راه مازالين باقيين صغار، وغادي نشوف النصائح ديالكم باش نحاول ما امكن اني نقربهم من بعضياتهم. كنتمنى انكم تعطوني حل فعال، وكنتمنى كي قلت لكم يعني ما تستهونوش بالقصه ديالي وتقولوا لي شنو ندير. شكرا لكم مسبقا، وشكرا لحسن الاستماع ديالكم. السلام عليكم.